مساء الفل يا حضرات. نهارنا ابيض ان شاء الله. مساء الفل يا ريس بلكونة. تعرفوا يا بهوات، انا طول عمري احكي اي قصة اي حكاية وما كملهاش للاخر. عارفين ليه؟ ليه يا ريس بلكونة؟ عشان الكل يقول لي فين الباقي يا اسطى. حلوة يا ريس بلكونة. بس احنا بقى عندنا حكاية تانية دلوقتي عشان ايطاليا مش في المونديال لل لتالت مرة على الدوالي. اسمع التوالي يا لمونة، مش من البداية كده هتفجع مرتنا. التوالي يعني ورا بعض بدون فواصل. يا رب تكون فهمت. ايطاليا ده موضوع محيرني جدا، لدرجة اني اتناقشت فيه مع مجموعة من البروفيسورات الطليان اصحابي عشان نلاقي حل للموضوع ده. طليان؟ هما مش طلاينة بقى ولا ايه؟ انا عايز افهم. ما احنا بنقول صعايدة وشراقوة، يبقى هما كمان طلاينة. انت بتقول طليان ليه ولا هما يعني عشان ملونين؟ مش هتفرق كتير يا لمونة، الواحد زعلان ان احنا اتحرمنا من المنتخب الايطالي ومن متعته. ولا متعة ولا حاجة بقى بصراحة. ده لعبهم كله كان دفاع، وما كانش عندهم إلا بادجو. روبرتو بادجو ده بقى البادج بقى ده البادج الذي مات واقفا. انت قصدك روبرتو باجيو، الرجل الذي مات واقفا لما ضيع البيلين قدام البرازيل وخسرهم النهائي. لا ده كمان خطأ شائع ده. كومون ميستيك يعني. ده جاله تليفون ان مصنع البادجات اللي بتاع ابوه خسر، كان هو معاه، عشان كده بقى ايه مات واقفا. اسكت يا لمونة اسكت، محدش هينقذني غيرك يا اخي. هتموت الراجل وهو لسه عايش، والراجل لسه عايش ما ماتش. ده كان احرف لعيب في ايطاليا. وباولو روسي وإنيستا، وكمان مين بقى؟ مالديني. خد كرة منه واديني اللعيب اللي ما جاش زيه في العالم لحد دلوقتي. عارفه ده بقى باولو بقى بتاع المناديل. باولو مناديلي، من عيلة المناديلي، دي عيلة كبيرة قوي هناك في ايطاليا دي. كان هيبقوا دول اللي عملوا المناديل الفاين، المناديل اللي بتلمع وبتبرق دي. المناديلي؟ اسكت يا لمونة اسكت، ابوس على ايدك يا اخي. ايوه يا ديجي، دول لعيبة الفن الجميل، ومعاهم توتي كمان. ومن بعدهم بقى جيل 2006 اللي متعونا بأحلى كورة، أحلى كورة، وخدوا كأس العالم عن جدارة واستحقاق. فكرتونا لما الواد المدافع ده اللي اسمه ماتيرازي ده، هم سموه بقى ماتيرازي عشان هو بيرازي الناس. استفز بقى زيزو زيدان وقعد يرازي فيه لحد ما نطحه بالدماغ. ومن وقتها ما شفناش ايطاليا تاني في حالتها. يا دوب بس فازت بكأس الأمم، وكان فوز من غير طعم. فريق مش هو اللي عارفينه. أنا عندي لقاء مع البروفيسور الطلياني جاليلو لمناقشة تداعيات خروج إيطاليا من كأس العالم. عايزين نشوف إيه الحكاية بقى بالظبط. على الله بقى يا عم عاطف، ربنا يوفقك بقى. يمكن تعرف تجيب لنا ايطاليا تلعب معانا في كاس افريقيا بقى كده، وبعت لي معاك جزمه وحزام ايطالي. فين أيامك يا كانافورو؟ ما كانش حد بيعدي منه، ولا من الفرقة اللي قصادهم ولا من إيطاليا. يلا ماشي يا عم عاطف، بالتوفيق بقى، وخد بالك من الطليان اللي احسن يطلعوا طلاينه.